سلام. رمضان 2025 الأجواء دي فكرتني شوية برمضان 2024 اللي كان أول سنة بدأت فيها فعلياً إن أنا أطلع ببرودكتس ليها علاقة بإيوفوريك دانستري، كورسات وكده. وعلى الرغم إن هي حققت نجاح كبير مش بس مع دكاترة أسنان أو مع أصحاب مراكز أو حتى مع الطلبة اللي لسه بيدرسوا طب الأسنان، إلا إن جه عليا وقت حسيت إن هو يعني إيه إيوفوريك دانستري وليه أصلاً اخترتها، وبدأت أراجع نفسي تاني. لما افتكرت كل الأحداث دي قررت إن أنا أعمل زي سلسلة حلقات كده ليها علاقة بالسايكو دانستري اللي دايما بتسأل يعني ايه سايكو دانتال، هو المصطلح ده جه منين، او هي ايه اصلا فكرة ان يبقى فيه سايكولوجي مع الدانستري لما الدنيا ماشية بقى لها سنين والدنيا حلوه. لكن لما بدأت ايوفوريك دانستري من سنتين فاتوا كنت حابة ان يكون فيه سايكو دانتال هاب يجمعنا كلنا ككوميونتي اطباء الاسنان، يعني المكان اللي وقت ما هحب ان انا اعرف اي حاجة عن طب الاسنان أكون موجود فيه، المكان اللي هحس إن أنا متوتر أو ستريسد أو قلقان أو عايزة أطور من نفسي أو عندي مشكلة في الكوميونيكيشن أو حياتي حلوة بس أنا عايزة أخليها أحسن، هو ده الوجهة اللي أنا هروح علشان ألجأ لها. المبدأ كله اتبنى على أساس أو جزء من السايكولوجي، وده اللي خلاني أستغل رمضان السنة دي علشان أوضح بشكل أوسع يعني إيه سايكو دانتال، سايكو دانتال كوتشنج، سايكو دانتال ثيرابي، سايكو دانتال تريتمنت، سايكو دانتال كوميونيكيشن، سايكو دانتال ماركتينج، سايكو دانتال بزنس، وات ايفر، أي حاجة هتندرج تحت مصطلح السايكو دانتال. أنا مين؟ في حالة إنك أنت ما تعرفنيش أو أول مرة تسمع لي فيديو، فأنا رنا نجم، رنا عبد العظيم نجم. من فترة قريبة جدا اكتشفت تأثير غريب لاسمي الثلاثي، لكن في العادي لما باجي أعرف نفسي بقول رنا نجم. معايا ماجستير ودكتوراه من كلية طب الأسنان خلصتهم في 2020، بقيت مدرس في الجامعة وبشتغل برايفت بره زي كل الدكاترة اللي موجودين. بس جه عليا وقت سألت نفسي سؤال، هو معقولة أنا هكمل بقية حياتي بالمنظر ده؟ بروح البيت 12 واحدة بالليل، رقبتي وظهري وجعاني، ما كفاية طول الوقت على بق الناس، عمالة بعمل الحاجات اللي أنا عملتها امبارح وأول ومن 10 15 سنة فاتوا. السؤال ده خلاني أحس إن أنا عاملة زي الفار اللي بيجري جوه الدايرة أو جوه العجلة بتاعته، وقررت ان انا مش هفضل طول عمري كده. بدات ادرس علم النفس اللي انا اصلا كنت مهتمه بيه قبل ما ادخل طب اسنان، اخدت دبلومه في الصحه النفسيه، فلقيت ان الموضوع اقرب شويه لطريقه تفكيري. فجاه وبالصدفه لقيت حاجه بتقول ان في حاجه اسمها تنويم بالايحاء او الهيبنوسيس، فقررت ادرسها. ليه لا؟ ما يلا، ما انت قاعده وبتدوري على كده حاجات جديده علشان تحسني بيها حياتك او عشان تطلعي بيها من الاسترس بتاع طب الاسنان. اخدت دبلومه هيبنوسيس واخدت البارت 2 بتاع دبلومه الهيبنوسيس، وبعدين بقيت ماستر هيبنوثيرابيست من الامريكان بورد. وهنا او بالذات الجزء اللي درسته في الهيبنوسيس خلى دماغي تتغير 180 درجه، خلاني ابقى قادره اعرف اكتر عن السبكونشس مايند بتاعنا وقد ايه هو عامل زي الاداه العملاقه. وده اللي دايما بقوله لاي حد يعرفني، عندنا هنا ربنا مدينا اكزيكتيف ماشين، اداه تنفيذ عملاقه رهيبه جدا، عندها القدره ان هي تحقق لك اي حاجه في اي وقت وبمنتهى الدقه، بس ازاي انت تديلها الامر المناسب. وبعدين الموضوع سخن كده شويه معايا في دماغي لما لقيت ان ايه ده حته السايكولوجي والحاجات اللي ليها علاقه بالهيومن والنفس البشريه موضوع حلو قوي. خلاص انا هتجه للمجال ده اكتر. بس قبل ما اتجه للمجال ده لقيت ان انا الاتيتيود بتاعي في العياده اتغير خالص، بقت الناس بتجيلي اكتر، بقت الدنيا بتشتغل معايا في العياده اكتر، بقيت بروح العياده وانا مبسوطه اكتر، بقيت بقدم فاليو اكتر. فلقيت ان السايكولوجي مع الدانستري كان في ميكس زمان او كان في حلقه مفقوده زمان. لما اتعلمت الجزء ده الدنيا اتظبطت. طب ما الدنيا حلوه اهي، يلا بينا نعمل ماركتنج على ان انا الدكتوره اللي بتاعت الصحه النفسيه اللي هتروحوا لها عشان تعالجوا اسنانكم وتحسنوا صحتكم النفسيه. وهنا حصلت الجأ، قعدت من 3 ل6 شهور مفيش حالات نهائيه. الناس مش عارفه يعني ايه اصلا سايكولوجي ولا ايه العلاقه، انا رايح لك كدكتوره سنان مش فارق بالنسبه لي اي حاجه. بدات احبط تاني، ومن هنا في كل مره كنت باحبط فيها كان ده بيبقى دافع وحافز يخليني اتعلم حاجه جديده بشكل اكبر. فبدات ادرس اكتر عن الهيومن انرجي، عن الكاتيجوريكال ميديسن، عن ايه الحاجات اللي ممكن تخليني مميزه في مجال الميكس بتاع السايكولوجي والدانستري، لحد ما بقيت دلوقتي الدكتوره اللي الناس بيروحوا لها عشان في سحر في العياده كده، احنا عايزين نروح نتعامل مع الساحره. وبالمناسبه اللقب ده هم اللي طلعوه عليا، انا ما كنتش عارفه انه اصلا ممكن يكون موجود. ايه اللي خلاني اصلا قادره اني اعمل الميكس ما بين السايكولوجي وما بين الاسنان؟ لما درست بزنس من دبي، هناك اتعلمت يعني ايه تشينج مانجمنت، اتعلمت يعني ايه ريزيستنس مانجمنت، يعني ايه نيجوشيشن مانجمنت، اتعلمت حاجات كتيره جدا قادره تخليني اعمل الميكس ما بين الاثنين دول واقدر امبلمنت ده على السوسايتي بكل، بحيث ان هو يظهر بالشكل اللي فعلا بيقدم او بيادماير الفاليو بتاعته. ومن هنا بدات السايكو دانتال
ثيوري. بس الموضوع ما وقفش هنا بالنسبه لي، قعدت اقول لنفسي طب ما يمكن دي عشان انت بتحبي السايكولوجي، طب ما يمكن علشان انت اصلا مهتمه، طب ما يمكن اصلا الناس اللي بيجوا لك العياده هم تجربتهم وحشه بره فما صدقوا لقوا حد كويس معاهم. فبدات اطبق ده على التيم بتاعي، بدات انشئ تيم من السايكودنتست يكون عندهم نفس الكابابيلتي او نفس القدره او نفس الخطوات اللي مبني عليها مبدا السايكودنتال. وجاس وات، الموضوع نفع بالعكس اكتر مما كنت اتوقع. التيم بتاعي الناس في الاول كانت بتيجي عليا، دلوقتي بقوا الناس بيجوا علشان هم عايزين الدكتور الفلاني، الدكتوره الفلانيه. وهنا كانت لحظه مهمه جدا بالنسبه لي، ان الميكس بتاع السايكولوجي مع الدنستري هو قادر يخلق سحر حرفيا، مش مع رنا نجم بس، لكن مع اي دكتور تاني، مع اي دكتور اسنان تاني، سواء هيطبقه في مهنته او هيطبقه في حياته الشخصيه. لان دايما كنت بسمع من الدكاتره اللي عندي يقولوا ايه، احنا بعد ما اتعلمنا الحاجات دي لما بنقعد مع زمايلنا بنحس ان احنا مميزين حتى لو اليوم بتاعنا ما كانش فيه حالات خالص. قصه طويله شويتين، لكن كان مهم ان انا ابدا بيها علشان هي دي المدخل لفكره السايكودنتال. السايكودنتال ثيوري اللي دلوقتي بيتم استضافتي في دول كتيره جدا بره مصر عشان اتكلم فيها، في رومانيا، في الهند، في العراق، وكمان في ايطاليا في اخر 2025 باذن الله. البرنسبل اللي لما بداته من 3 سنين فاتوا كان هو السبب في ان حياتي تتغير، من ان انا مش طايقه المهنه لان انا بحبها وقادره احقق فيها دخل كويس جدا، ومش بس دخل معتمد عليا، ده كمان باسيف انكم من اكتر من حاجه. قررت ان سلسله الحلقات دي في رمضان تكون بسيطه وسهله، ما يكونش فيها ادت كتير، فعلشان كده ممكن اكون بتكلم كتير او بسرعه او نون ستوب، علشان مش الغرض ان انا اطلع بفيديو واو او اعمل افكتات. الهدف ان الحلقات دي تكون على هيئه دردشه كده ما بيني وما بينكم لاهم الحاجات اللي ممكن تستفيد بيها او تطلع بيها لو اتعلمت او لو طبقت سايكودنتسلي. وبالمناسبه هو مش لازم تاخد فيه كورسات كبيره جدا، حاجات كتيره من اللي هنقولها هي ممكن تكون انت عارفها بالفطره، لان اصلا النفس البشريه او مجال السايكولوجي هو بيتعامل معانا كبني ادمين على الفطره بتاعتنا. فكل ما هتسمع اكتر، كل ما هتعرف اكتر، كل ما هتكون قادر انك انت تحقق ده وتغير حياتك للشيست اللي انت عايزه، مش اي حد تاني يكون فرض عليك. خلينا نكمل بقيه الحلقات اللي جايه او بقيه الفيديوهات اللي جايه على تقسيمه لطيفه لكل المجالات اللي ممكن نستخدم فيها السايكودنستري، وايه اللي ممكن يحسنهولي او يضيفهولي. دي كانت بدايه اول فيديو لينا، اشوفكم في الفيديوهات اللي جايه ورمضان كريم.